السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ نقول لكم صباح الخير، صباح الهنا، صباح الورد، صباح كل حاجة حلوة في الدنيا. ربنا يا رب يسعد صباحكم بكل خير. النهاردة بقى حبيت اعمل معاكم الفيديو الجميل ده، ونبدأه كده بلقطة حلوة كده من البلكونة، ونعمل كوباية قهوة حلوة كده ما شاء الله عليها. بصوا كوباية القهوة دي كانت ايه، حاجة تانية بقى. علشان بقالي زمان مش انا بصوا طول رمضان لما بكون صايمه، ولا بقدر اشرب شاي ولا بقدر اشرب قهوه ولا الحاجات دي. فقلت ايه اعمل معاكم الفيديو الجميل ده باذن الله، ان شاء الله يعجبكم ان شاء رب العالمين. وان عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك واشتراك كده في القناه وكومنت حلو كده من ايديكم. وما تنسوش كمان تصلوا على الرسول في التعليقات. وما تنسوش كمان تدعوا لهم وابويا بالرحمه، وندعي لاخواتنا في غزه وفلسطين وفي كل الدول العربيه، ربنا ينصرهم وربنا يثبت اقدامهم باذن الله. بصوا بقى الفيديو النهاردة، يعني ان شاء الله ان شاء الله هيعجبك بإذن الله. وده حيرة كل واحدة، كل يوم هنطبخ ايه النهاردة، هنتغدى ايه النهاردة. ده حيرة كلنا ايه عايشين فيها. فقلت بقى إيه بدل ما اقعد اشغل نفسي وافكر كتير، فكان عندي بقى اللي هي الفراخ بتاعتي دي، اللي انا كنت ايه مربياها عندي على السطح. كانت دي الفراخ البيضة. فلما جيت بقى ايه اعملها، فقلت ايه بقى، إيه انا لما ذبحت الفراخ دي يا بنات، الحمد لله عملت منها كذا حاجة. قطعت منها بقى للشاورما، وقطعت منها للبانيه، وقطعت منها للشيش والكفتة والحمام الكذاب. بصوا عملت منها كذا وصفة وكذا طبخة، بحيث تنفعني بعد كده تبقى ايه مش بس. وعملنا منها الفراخ مشوية. لا بجد والله العظيم الفراخ اللي وانت مربيها دي على السطح ليها طعم وريحة وانت بتطبخيها، غير اللي هي بتبقى ايه بنشتريها من بره. فجيت بقى كنت تبلت بقى جزء كده من الفراخ، كنت كاتبه على كل طبق من اللي انا عيناه في البتاع التلاجة. دي الكذا مثلا كفتة، شاورما، شيش كده كاتبه عليه، علشان لما اسحب الطبق كده بكل سهولة ما بقعدش اقلب كله. فعملتها بقى في اليوم ده. فعلا دي أكلة إيه هنقول أكلة المستعجلين، ما بتاخدش وقت، سريعة. في الوقت الضيق اللي انت مش محتارة تعملي ايه هتعمليها. مش لازم ابدا تتبليها وتبيتيها ليلة في التلاجة، لو ساعة واحدة هتتبليها كده اهو، وفي ساعتها تشوحيها في معلقة الزيت، وتعملي ايه تعملي احلى شوية شاورما عسل العسل، وتغمسيها كده بالعيش بتبقى حلوة جدا، مش لازم ابدا سندوتشات. وفي اليوم ده على فكرة كان في اليوم ده عندي شغل كتير جدا في البيت، كنا بقى ورا العيد وانا كنت مقضية العيد في بيت ابويا. ولما جيت بقى كان فيه شغل غسيل وتنظيف وترويق الشقة وحاجات كتيرة جدا. هتشوفوا معايا حاجات كده في الفيديو. بصوا مش هتصدقوا. ان شاء الله يا رب الفيديو يعجبكم باذن الله. آه على فكرة انا بسجل لكم دلوقتي الصبح، يعني الساعة دلوقتي 9. بس مش عارفة انا وانا بسجل الفيديو التصوير معايا بيتحرك بالبطيء ليه، مش عارفة هيظهر لكم كده بالشكل ده ولا هيظهر التصوير عادي، مش عارفة العيب في ايه بقى. وربنا يستر بقى والفيديو ده ينزل كده على خير. المهم بقى شوفوا الشاورما وجمالها، شكلها حلو جدا. بعملها بصوا انا بعمل والله العظيم مش بشكر في نفسي كده ومش عارفه ايه، لا بس انا بعملها بجد حلوه جدا جدا، بتطلع طعمها حلو قوي. وبعمل التوميه في البيت. كل مره اما اجي اعمل الشاورما اقول عايزه اسجل لكم الفيديو، لان والله صاحبتي طالباه مني اللي هو اعمل التوميه. طعمها بيبقى حلو جدا جدا اللي بتعمليها في البيت وتعمليها مظبوط كده وبصوا ما اقول لكم ايه، احنا لما بنعمل الحاجة في البيت مش بنعملها عشان نوفر، صدقين هي ما بيبقاش فيها التوفير اللي هو يعني، بس بتعمليها عشان طعمها. ممكن الشاورما دي بتوفر معاكي كتير جدا جدا جدا، لان السندوتش الشاورما ده بتهيألي ب100. انا والله عمري ما في حياتي ما اشتريته، بس على ما بسمع ارقام مش عارفة ب100 على حسب بقى السندوتش وعلى حسب المكان اللي ايه بتجيبي منه. فانا ايه اشتريت اللي هو العيش ده حلو جدا وسريع كده. وبصي يعني
في الوقت ده ما كانش ايه ينفع ان احنا نعجنه بقى ونعمله. هو طبعا اللي بيتعمل في البيت حلو، وده حلو برضه. ده اللي هو ايه معمول بيتي، ناس عاملاه في البيت. يعني ايه، مجموعة ستات مع بعض كده بيعملوه في البيت، ما هوش مثلا ان هو في الفرن وكده، لا هم عاملينه في البيت وبيبيعوه. حلو قوي بجد، وكان طعمه جميل وطازة. كان يعني انا واقفة وهم لسه ايه بيعملوا العيش ده. كان طازة لسه يعني، يا دوب بس بردوه شوية كده. المهم عملتها بقى بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. ايه رأيكم؟ حلوة جدا. بس المرة دي انا ما قفلتهاش، حاسة ان الرغيف كان صغير، مش عارفة، الله اعلم. المهم ما قفلتهاش من الجنبين كده عادي، ما فيهاش اي مشكلة، وكانت طالعة معايا حلوة زي الفل، والحشوة ما طلعتش من الجناب ولا اي حاجة. حبيت بقى اغير بقى في التقديم كده شوية، وقلت ايه والله التصوير عارفين لو طلع مش مظبوط او الفيديو ما طلعش زي ما انا عايزاه هزعل جدا والله العظيم. لان انتوا عارفين انا قعدت امبارح للساعة 2 بالليل، وانا مش كده ابدا ان انا افضل سهرانة لحد الوقت ده. انا اخري 10 11 كده. ففضلت قاعدة اسجل، وتلاقي التصوير عامل لي بالبطيء، معرفش هو يطلع لكم عامل ازاي بقى. اللهم صل عليك يا نبي. فالمهم بقى ايه، حبيت بقى اقطعه بالشكل ده. عجبتني قوي قوي بجد والله العظيم، كان شكلها حلو جدا. ان شاء الله برضو تعجبكم، وان شاء الله الفيديو باذن الله تستفادوا منه ان شاء رب العالمين. وان عجبكم بقى اكتبوا لي كومنتات حلوه كده وتعليقات كتير، بتاع اسمه لايك بتاع اسمه اعملوا له لايكات كده. آه شوف شكلها عامل ازاي، والحشوة بتاعتها حلوة قوي قوي بجد والله. حشوة مليانة كده، بس اهم حاجة مش تيجي عليها بقى تقومي مليها بطاطس، مبقاش طعمها حلو. هنا بقى انتوا عارفين هنا ايه بقى. بوريكم هنا اوضة النوم الاطفال. انا من الناس اللي ما بحبش احتفظ بحاجه او اعين حاجه تحت السراير ابدا. عارفين ليه؟ بنسى انا حطاها في انهي مكان، يعني يكون في حاجه حطاها تحت السرير، مش عارفه انهي السرير ده ولا ده، والله العظيم كده يا بنات. ده ماهيش الحاجه اللي كنت بدور عليها، ده قماش الصالون بتاعي الجديد. انا بجدد الصالون بتاعي، كان نفسي اصور لكم كل الحاجات دي، بس ان شاء الله ما يجي بالسلامه هصوره لكم. فعشان اطلع الحاجه اللي انا عايزاها، قلبت السريرين بالمنظر ده. انا حبيت بس اوريها لكم. دي بقى ايه اللي في الكرتونه دي؟ بقى ايه اللي في العلبه دي؟ ايه؟ مش فيل ده حاجه انا كان نفسي بجد والله العظيم اشتريها، والحمد لله ربنا جبر بخاطري واشتريت. المهم انا من الناس اللي ما بحبش اعين حاجه تحت السرير ابدا ابدا، عشان المنظر اللي انتوا شايفينه ده. هنا بقى بعد ما خلصت شغل وعلى العصر كده، او كنا على الساعة 2 بتهيألي، لقيت صاحبتي بقى، صاحبتي وجارتي بترن عليا: انزلي خدي مني حاجة. نزلت اقول لها طب اطلعي انت، تقول لا انزلي المهم نزلت لها، لقيتها بقى عامله يا حبيبه قلبي، عامله الكحك والبسكوت. كانت بتستناني بقى لما اجي من البلد، وانا في البلد كل يوم بتقول لي هتيجي امتى هتيجي امتى. فبصراحه كانت لقيتها عامله الحاجات الجميله اللي انتوا شايفينها دي، والله بجد حاجات تحفه وطعمها حلو قوي قوي. والاجمل في الموضوع انا اللي قايله لها الطريقه. ايه رايكم بقى؟ انا اللي قايله لها طريقه الكحك والبسكوت. انما بصوا بقى الاجمل والاجمل في الموضوع ان هي عامله الفيش وجايبه لي فيش. بجد والله العظيم طعمه كان تحفه، طعمه حلو قوي قوي، احسن من اللي بشوفه في المحلات. طعمه وريحه ونشف كده، وطعمه حلو قوي، بيبقى مع كوبايه الشاي بلبن حلو جدا. انا بصراحه عمري ما عملته، ويمكن دي تاني مره اكله، لان هي اللي كانت جايباه لي قبل كده برضو، واكلته اول مره منها هي، ودي تاني مره. فان شاء الله باذن الله نعمل الفيش ده معاكم باذن الله. هي على فكره صعيديه وبتعمله على اصوله. قلت لها تبقى تعمل لي الخميره، هنشوف باذن الله مع بعض. يلا باي، الفيديو هيخلص، اشوفكم على خير.